وبعد إسدال الستار على بطولة مستر أولمبيا وانتهاء مهرجان العضلات الأكبر عالميا، ده ملخص للبطولة بس طويل شوية، ولكن أوعدك إنك هتخلص الفيديو من غير ما تحس. في البداية خلينا نذكر الفائزين في مختلف الفئات. وأول الحاصلين على اللقب كان كيون بيرسون بطل مستر أولمبيا لفئة الوزن الخفيف أو 212. فوز كيون بيرسون باللقب الثالث في مسيرته كان أمر متوقع، ولكن اللي ما كناش متوقعين ولا على البال ولا على الخاطر هو الظهور الشرس والمنافسة الطاحنة اللي قدمها شون كلاريدا صاحب المركز الثاني. وفي المركز الثالث جاء البرازيلي لوكاس جارسيا، أما التركي نهاد كايا صاحب ال 22 عام في أول ظهور ليه فحصل على المركز الرابع عشان يقدم نفسه ويعلن بقوة إنه مستعد للسيطرة على 212 في خلال السنوات القادمة. ولو جينا بقى لفئة الكلاسيك فيزيك فأنت أكيد لازم تكون استمتعت وأنت بتشوف المنافسة القوية اللي كانت في الفئة دي. دول اللي يتقال عليهم فعلا عضلات من ذهب عيار 24. التوب 5 في الفئة دي حرفيا كلهم بلا استثناء عبارة عن تماثيل إغريقية منحوتة ببراعة شديدة وجمال منقطع النظير. أما عن الفائز فكان البرازيلي رامون دينو بعد معركة تكسير عظام مع الألماني مايك سامرفيلد. والمركز الثالث كان من نصيب صاحب أجمل أسلوب عرض تيرنس رافل بعد ظهوره بمستوى مبهر، ولكن كان صعب ينافس رامون دينو ومايك سامرفيلد. والمركز الرابع حصل عليه خوازيما مانويل، وجاء خامسا في أول ظهور ليه على مسرح أولمبيا اللاعب نايل داروين عشان يعلن باقتحامه التوب 5 في أول مشاركة ليه إنه لاعب لازم يتعمل له حساب في السنوات القادمة. والحقيقة بقى أنا محتاج منك إنك تشوف المستوى بتاع اللاعب ده في آخر بطولة كسبها بطولة تيمبا برو واللي أهلته للمشاركة في أولمبيا السنة دي. اللاعب ده أنا بتنبأ له إنه هيكون من التوب 5 ولن يغادرها مطلقا في السنوات اللي جاية طول ما هو محافظ على الكونديشن بتاعته. وأنا عارف إنك مستني نتائج الوزن المفتوح عشان نمسك بقى في خناق بعض ونتخانق هل هادي شوبان اتظلم ولا هل ديريك لانسفورد كان غير مستحق للقب، ولكن خلينا نأجل الخناق شوية لحد ما أقول لك نتائج فئة الفيزيك. وللمرة الثالثة على التوالي بيسيطر اللاعب الإنجليزي رايان تيري على اللقب بعد منافسة قوية للغاية مع الأفغاني علي بلال واللي حصل على المركز الثاني. أما في المركز الثالث فكان اللاعب براندن هندريكسون، واللاعب إيرين بانكس صاحب اللقب لعام 2022 حصل في السنة دي على المركز الرابع. وطبعا كان في ظهور مشرف للبطل صاحب الأربع ألقاب سابقا جيرمي بونديا، ولكن جيرمي للأسف حصل على المركز الثامن في السنة دي. ولكن ده برضه بصراحة كان متوقع انه مش هيفوز باللقب لانه كان منقطع عن المشاركة بقاله فترة، يعني حوالي سنتين، ومن قبلها برضه 3 سنين توقف بسبب اصابات كانت حصلت له في سنة 2018 و2019، فصعب قوي بصراحة انه يرجع لمستواه القديم بالسرعة دي، ولكن يحسب له برضه عودته وظهور المشرف. اما بقى عن فئة الوزن المفتوح واللي عليها الجدل الاكبر فالامريكي ديريك لانسفورد حصل على المركز الاول، بينما حل الايراني هادي شوبان في المركز الثاني وسط تساؤلات واستهجانات من الجماهير حول استحقاقية ديريك للقب. والمركز الثالث وهو مفاجأة أيضا فكان من نصيب النيجيري المشارك باسم الإمارات أندرو جاك. وعلامة الاستفهام الكبرى كانت بالنسبة لي هو اللاعب سامسون داودة اللي ظهر بمستوى أقل من السنة اللي فاتت وانزلق للمركز الرابع بعد ظهوره في البري جادج بعضلات فلات وكونديشن لم تكن الأفضل، ومحاولته لتحسين الوضع في الفاينلز لم تكلل بالنجاح وبالكاد ضمنت له المركز الرابع. المركز الخامس حصل عليه اللاعب المميز مارتن فيتس ووتر، بينما حل سادسا اللاعب صاحب الجمهور العريض والتصريحات القوية نيك ووكر. وللأسف نيك ووكر تصريحاته بس هي اللي كانت قوية، بينما عضلاته فزي ما انت شايف كده بالعافية عينك هتبقى طايقة تبص على شكل فورمته. المركز السابع حصل عليه مستر أولمبيا السابق لعام 2019 براندن كوري، واللاعب تونيو بيرتن حصل على المركز الثامن، بينما حل ويليام بونك في المركز التاسع. وفي أول ظهور للبرازيلي جود فيتو حصل على المركز العاشر، وفي رأيي بقى الراجل ده هيبقى مصدر إزعاج وتوتر رهيب في السنوات القادمة لأنه بيمتلك ما يؤهله للفوز باللقب، ولو بس أضاف بعض التحسينات في الكونديشن بتاعته هيبقى ضامن مقعد لنفسه في التوب 6 العام القادم. وأنا كده خلصت سرد النتائج لمختلف الفئات، وتعالى بقى نتخانق براحتنا. هل هادي شوبان اتظلم وتمت سرقة اللقب منه، ولا ديريك لانسفورد كان يستحق فعلا إنه يفوز باللقب؟ أما لو عجبك الفيديو فما تنساش تعمل فولو